ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده طريقه قلقاس جميله جدا. القلقاس الشوربه او القلقاس الساده او القلقاس الاخضر. هنعمله بطريقه حلوه، ومره تانية هنعمل ان شاء الله القلقاس الاحمر. معايا ده القلقاس ده كان متخزن في الفريزر، شايفين طلع ابيض وقشطه ازاي. هقول لكم على طريقه تفريزه على السريع كده، وهنزل لكم فيديو تاني ان شاء الله. بجيب القلقاسه عندي، طبعا بقشرها كويس، كل ده وانا ماسكاها في فوطه. بقشرها كويس وبقطعها المكعبات بتاعتي، وبجيب ليمونه. طبعا بكون غسلاها من بره حلو وسايباها تنشف. تمام كده. وبعدين بعد ما بقطعها كويس بقوم جايبه ليمونيه وعصرها عليها. ليمونيه كبيره حلوه كده وعصرها عليها من غير بذر، واغلف القلقاس بتاعه كله بالليمون. وبعدين بقى احطه اكياس زي ما انا عايزاه كده، وبالقشره الليمونه موجوده فيه، وبخزنه يقعد معايا من السنه للسنه بيطلع قشطه. ودي طبعا التسبيكه بتاعته او الخضره بتاعته هقولها لكم برضه على السريع. بجيب خضره القلقاس بتاعي، بغسلها كويس وبنقيها وبنضفها وبقطعها صغير، وبعدين بحطها في شويه زيت وشويه زبده على النار، وابتدي اقلب فيها. واول ما بلاقيها كلها دبلت كده وبدات تاخد اللون الغامق بتاع البني، بنزل عليها بمعلقه توم كبيره او معلقه ونص كده، وبفضل اقلب فيها لحد ما تبقى تغمق خالص. يا اما بضربها في الكبه، يا اما بطحنها بايدي كده وبحطها اكياس في الفريزر. عندي هنا الشوربه بدات تغلى هي، ودي شوربه فراخ، ممكن تعملها بشوربه لحمه بتبقى اطعم. هنزل بالقلقاس عندي وهسيب القلقاس لحد ما يستوى 3/4 سوا، عشان انا مش عايزاه يستوى سوا كامل، لان لسه عايزه التسبيكه بتاعته تتاخد، او الخضره بتاعته تاخد من طعم القلقاس، ياخد من طعمها. هسيبه هو بالظبط، ما قعدش معايا 10 دقايق، لان القلقاس بتاعي كان طازه وحلو. وتمام كده. و هشوفه دلوقتي بقى استوى. انا عايزاه 3/4 سوا. كل ما امسك واحده تتزفلط مني كده خلاص. هتأكد بس ان هو استوى 3/4 سوا، عشان عايزة تكملة السوا يبقى مع الخضرة بتاعته عشان ياخد من طعمها. خلاص كده استوى زي ما انا عايزة. هبتدي انزل دلوقتي بالخضرة بتاعته. وطبعا ما بنضيفش ملح، ملح بسيط جدا عشان الشوربة طبعا فيها ملحها زي ما احنا عارفين. هبتدي احط بس رشة التركة بتاعتنا اللي هي رشة السبع بهارات. طبعا بتحط البهارات اللي انت عايزاها، انا عايزة بس طعم القلقاس يبقى باين. فهسيبها كده في النص يغلو غلوتين، ويبتدي بقى كله يخش في بعضه كده وخلاص. وبعد كده اتاكد ان هو استوى وخلاص. وده شكله بعد ما استوى عندي، خد الغلوتين بتاعته، شايفين شكله جميل جدا. طبعا استوى زبده، حاجه جميله جدا. المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم القلقاس اللي بالطماطم. في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده، هنعمل الطريقتين ان شاء الله ونشوفها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. والف هنا على قلبكم، احلى قلقاس. ما تنسوش من القلب والكومنت واكسبلور والمتابعة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال الريحة بقى، ريحة روعة. سلام.